اسمك ايه يا حاج؟ فوزي أبو بكر. طيب انا شفت اوضه كده انت عاملها اسمها درة الزمان، صح؟ طيب احكي لنا عنها كده، بدأت تعملها من امتى؟ والله جت يعني كلها بتوفيق من الله. يعني احنا ما كان ليش تخطيط لها خالص، وإنما اشتغلت فيها وشوية بشوية بشوية لغاية ما ظهرت بالشكل اللي هي عليه الوقت ده. إنما إنني كنت مخطط لها، لأنا أخذت مني سنين مم. لو ما فيش يعني حد يعمل هذا العمل. إنما إرادة الله جعلت إنني علشان تظهر في هذا الزمان وفي هذا المكان خرجت بالشكل اللي هي عليه الوقت هي دي. فنحمد الله ونشكر فضله على كل مم. حال. طيب انت كم واحد اشتغل معاك فيها يا حاج؟ مفيش حد أبدا عمل يدوي منفرد، بألوان بكل حاجة؟ دهان ونجارة وتسطيب. مفيش بس إلا الإزاز، لأن أنا طبعا ما بشتغلش بالإزاز. مم. وعندك فحر في الرخام، يعني القرص عملت فيها فحر. قرص الكومودينو، قرص التواليت، قرص الشوفونير، عملت فيه القرص الرخام فحر، ولونته مليت الفراغ بالذهب، بلون الذهب، بحيث انها اصبحت شيء فريد ما سبقنيش له حد ابدا قبل كده. الحمد لله. انا من مواليد 30. كم؟ انا من مواليد 30. من مواليد 30. قعدت بقى تعمل في الأوضة دي من سنة كام لسنة كام؟ لا، سنين يا ابني، سنين والله سنين. مم. 20 سنة مم. وانا بشتغل في الأوضة دي. هي مكتوب عليها من 86 لسنة 2000 لا سيبك من الكتابة، اه. لأن الحياة غير كده. كنت يعني قلت خلصت واكتفيت بكده، إنما رجعت تاني اشتغلت وكل ما تجيلي فكرة أحطها. مم. طيب انت مسميها ليها اسم صح؟ مسمي الأوضة اسم؟ ما هي ضرة الزمان وزمان الضرة درة الاثنين. الزمان. بس هي اه مكتوب عليها درة الزمان اه وإنسان وحياة إنسان أو حضارة إنسان. ضرة الزمان وحضارة الإنسان. أيوة أنت مسميها كده أصلا. اه طيب قول لي بقى حاج، السرير ده عملته إزاي؟ يعني الفكرة بتاعته إزاي؟ هو مش السرير، انت تقدر تقول الأوضة كلها، امم. يعني كلها شيء مبتكر، ما فيش فيها حاجة سبقنا حد بها. تفتكر إن في حد عمل حاجة زي دي قبل لا لا كده؟ لا 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 أو لا. حد لو شافها حد يقدر يعمل زيها؟ برضه لا، لأن ما فيش واحد عنده استعداد. ده هم دلوقتي بيعملوا، بيقدموا بالعشر أوض وبالعشرين أوضة وخلصوها في شهر. امم. دي بقى لي أكتر من سنتين، من 20 سنة. 20 سنة بشتغل في أوضة واحدة بس. تمام. يعني لما تقول لي الكلام ده لحد يقول لك أنت مجنون إجاني. اه. ده على شكل زهرة لوتس. اه. آه. طيب وبالنسبة للمراية اللي هي مكتوب عليها الاسم والتاريخ؟ ما هي اللي بقول لك ده في المحراب. امم. ده عامل فيها على انها شكل محراب. اه طيب كان في دولاب تاني في لمض حمرا كده، حد قال لي ان هي دولاب مجوهرات. ايه بقى الفكرة بتاعته؟ هو فعلا يعني طبعا ال الناس اللي بتقتني الحاجات دي لازم يبقى في بيتها مجوهرات. تمام، يعني لا، انت عامله خصيصا للمجوهرات. للمجوهرات. مش اه. لأن ما بيبقاش في بيوتهم حرامية. اه. اه طيب الدولاب الكبير بقى، انا اه شفت عليه كتابات وفي آية او مقولة، فكرته جت ازاي؟ وشكله على شكل مآذن بتاعت الجوامع. ايوه الله يفتح عليك، والله راح من دماغي. قباب. خباب جوامع. قباب. قباب، باعتبار ان الخباب دي رمز
رمز للعظمة والكبرياء. ما يتحطش القبة إلا فوق عظيم. القبة دي لازم يكون تحتها عظيم، شيء عظيم. البرلمان، الراجل على رأس أو شيخ كبير له مقام. المسجد. ما أنا بقول لك له مقام. فالمقام يعني مقبرة، فيقوم يحطوا فوق منه القبة. القبة. لا لم عصور كتير، او انت كنت حاطط في دماغك ان هي تلم عصور؟ ما انا بقول لك انا ما كنتش حاطط في دماغي حاجة. تمام. وانما حتى الهندي، حتى الانجليزي، حتى الفرنساوي، كل هي البشرية عامة. هي البشرية عامة. يعني انت لم يعني انت لم عصور كتير فيها. الهادي هو الله. تمام. طب بس هي شكلها بيدي على انها اسلامية، يعني اوضة اسلامية. الطابع الغالب باعتبارنا هنا في منطقة عربية اسلامية. تمام. فالطابع الغالب عليه اسلامي. هو الوحيد في العالم اللي اذا حطيت حاجة مضيئة تحته تبان من الناحية التانية. ده اللي هي في الترابيزة اللي منورة دي، اللي هي فيها رخامة من فوق دي. ليها اسم؟ سميتها اسم الترابيزة دي ولا حاجة ولا؟ لا، ما هي كتحفة فنية. تحفة فنية. تمام. الناس اللي جت اتفرجت على الأوضة يا حاج، مفيش حد فيهم قال لك ان هو عايز يشتريها مثلا؟ بتاع عمان. ايه، أميرة في عمان ولا؟ بتهوى جامع التحف. تمام. فقالت لي انا لو معايا، انا ما معيش الا 3 مليون دولار، لو معايا 5 مليون والله كنت اديناهم لك. وخدت شدها. قلت لها بس لما اخلص، لان لسه ما خلصتش. الأوضة اللي انا شفته ده استاذ كبير، ومجرد ما جه وبص الالوان كده انبهر وجري على ايدي. بس قلت له بس ليه مالوش لازم؟ قال لا، الايادي اللي زي دي هي دي اللي تتلف في حرير. دي الايادي اللي تتلف في حرير. اهم شيء يعني اقدر اقول للناس او للصناع بالذات، من صناع الاساس، يتعلموا الصبر. يتعلموا الصبر. يتعلموا منها الصبر. تمام. شكرا.